من اسبوعين كده جماعة مسلحة في اقليم كشمير قتلت 25 شخص في الجزء الهندي من اقليم كشمير. وقتها طلعت الهند وحملت باكستان المسؤولية واعلنت انه الهجوم ده هيقابل برد ساحق. رد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني واللي بتوصفه الهند بانه الرجل الاقوى والاخطر في باكستان على الاطلاق، انه اي رد من الهند سيقابل برد ساحق وغير مسبوق في تاريخ الصراع بين الدولتين، وانه باكستان ستسحق الهند لو حصلت اي حرب شاملة بين الدولتين. احتاجنا اسبوعين علشان نشوف الرد الهندي، وفعلا ردت الهند بضربة صاروخية استهدفت اماكن مدنية في الجزء الباكستاني من كشمير، في ضربة وصفتها الهند بانها ضربة دقيقة ومركزة وغير تصعيدية. لحد هنا الدنيا تمام؟ لا مش تمام، لانه المفاجأة بقى في رد باكستان. باكستان فاجأت العالم بمعنى الكلمة بانها بترد في نفس اللحظة برد كبير، ووجهت ضربات قاتلة للهند نتج عنها اسقاط 5 طائرات مقاتلة و4 مسيرات وتدمير كتيبة مشاة كاملة وأسر جنود هنود من غير ما تخسر جندي واحد أو طيارة واحدة. فازاي ده حصل؟ وازاي قدرت باكستان تقسو على الهند بالشكل ده؟ ويا ترى هل هتوصل الاشتباكات بين الدولتين لحرب نووية؟ وايه سبب تساقط المقاتلات والطائرات الهندية بالشكل ده؟ فيلا نعرف اجابة الاسئلة دي مع بعض. اولا وقبل ما نتكلم عن اشتباكات الهند وباكستان، هفكرك اننا اتكلمنا عن تاريخ الحروب بين الهند وباكستان والترسانة النووية في البلدين والترسانة النووية التكتيكية الباكستانية. فلو عاوز تعرف اي حاجة عن الحرب بين الدولتين وتاريخها تقدر تشوف حلقة حرب الهند وباكستان النووية، هسيب لك لينكها تحت الفيديو. زي ما شفنا كلنا الهند نفذت تهديداتها ونفذت ضربة صاروخية على الجزء الخاضع لباكستان في اقليم كشمير، فردت باكستان برد ساحق ودمرت كتيبة مشاة واسقطت 9 طائرات، 3 طائرات مقاتلة من نوع رافال، وواحدة سخوي MK-30 وواحدة ميغ 29 و4 مسيرات من نوع هيرون الإسرائيلية. وده حصل ولسه الاشتباكات بتقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده احنا ما عملناش حاجة. الصدمة الأكبر بقى لما هتعرف إنه الطيارات دي كلها وقعت في المجال الجوي الهندي. أيوة زي ما بقول لك كده، باكستان وقعت الطيارات دي جوه الهند، انت متخيل؟ ودي فضيحه طبعا بالنسبه لسلاح الجو الهندي. فيا ترى ايه سر تفوق سلاح الجو الباكستاني بالشكل ده؟ مبدئيا كده واضح انه باكستان كانت مجهزه اليوم ده كويس. فباكستان بتدعمها قوتين من اقوى الجيوش في العالم حاليا، وهم الصين وتركيا. والصين زودت باكستان بالسلاح صاحب كلمه السر في تفوق سلاح الجو الباكستاني على سلاح الجو الهندي، وهو الصاروخ BL-15 جو واللي مداه بيتخطى ال 300 كيلو متر. وده اللي بيفسر اسقاط الطائرات الهنديه جوه الهند نفسها على المدى البعيد ده. كمان تركيا امدت باكستان باسطول كامل من طائراتها المسيره، وخاصه طائره اكنجي الطياره المسيره الاقوى في العالم حاليا. الهند لحد دلوقتي ما ردتش، والتفوق الباكستاني واضح. بس الاخطر هو القوه النوويه عند الدولتين. الهند بتمتلك 162 رأس نووي، وباكستان بتمتلك 170 رأس نووي مع قدرتها على إنتاج 300 رأس نووي سنويا. لكن الأخطر هو العقيدة النووية لباكستان. العقيدة النووية الهندية بتقول إنه الهند لن تستخدم السلاح النووي إلا في حالة تعرض الهند لهجوم نووي. أما العقيدة الباكستانية النووية فهي عقيدة مرعبة. فباكستان هي القوة النووية الأولى في العالم اللي أعلنت إنه سياستها النووية هو الردع النووي الشامل، وانها تستخدم السلاح النووي حتى لو عدوها لم يستخدم السلاح ده. فيا ترى تتوقع رد هندي على ضربات باكستان؟ ويا ترى ممكن يتطور الاشتباك بين الدولتين لحرب نووية حرفيا وبدون مبالغة هتدمر العالم كله؟